اهلا وسهلا بيكم. معاكم ياسمين مدحت. النهارده هنعمل مع بعض كوردن بلو. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب كومنتس، دوسوا على جرس الاشعارات الذهبي اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اللي عنده اي حاجه عايز يعرفها يكتبها لنا في كومنتس. لينك البيج بتاعتي على فيسبوك. معانا هنا مكونات الكوردن بلو: بانيه، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، فلفل اسود، ملح وبابريكا. نبتدي بقى ونسمي الله. هناخد البانيه ونحطه في الكيس كده. طبعا البانيه نكون غسلينه كويس جدا ومنضفينه، وهنبدأ ندق عليه حاجة اشبه بالبفتيك، بتدق على البفتيك يعني، بس ما تدقيش جامد علشان ما يتفتفتش او يتقطع منك. تدقي عليه كويس. الحركة دي مهمة جدا. ليه؟ علشان يبقى رقيق معاكي وسهل في لفه. نفضل ندق عليه وتعملي بقية الكمية بنفس الطريقة. شوفي هتعملي قد ايه من الكمية، لازم كلها تتدق بالطريقة دي. حبيت اعمل معاكم واحدة تانية اهو. هنفردها كويس ونحط عليها برضو الكيس وندق عليها كويس. ما ندقش عليها بزيادة قوي علشان ما تفتفتش منك او تتقطع وتبقى كده مش لطيفة معاكي. بس احنا بندق عليها دقة خفيفة علشان تبقى رقيقة معاكي في اللف وسهلة في اللف. ونخلص الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة، هي طريقة واحدة. نقلب هنا التوابل مع بعض كويس جدا، وبعد كده نتبل بيها البانيه بتاعنا. دلوقتي نجيب ورق الاسترتش ونفرده كويس، ونجيب البانيه اللي متبل وش وظهر ونحط عليه لانشون وجبنه شيدر، وبعد كده نبدأ نلفه. اللف بتاعه اهم نقطة فيه، لازم يتلف كويس جدا عشان ما يفكش معاكي. بعد كده هتبدأي تلفي فيه، وبعد كده تاخدي الورق الاسترتش تلفي بيه برضو معاكي. لازم اللف بتاعها يكون محكم جدا، فتحاولي على قد ما تقدري تخلي اللف بتاعها ماسك نفسه، ما يبقاش مهوي ولا فيه فراغات ولا اي حاجة. وبعد كده تلفي الاطراف بتاعتها، الطرف الاول والطرف التاني، وهي كده جاهزة انها تتحط معانا في الفريزر. هعمل معاكم هنا واحدة تانية بنفس الطريقة. هنحط ورق الاسترتش وبعديها البانيه، ونحط جوه البانيه اللانشون والجبنة شيدر ونلف كويس جدا، وتلفي بالورق الاسترتش عليها عشان تبقى محكمة معاكي ومش طرية، وتربطي من الطرفين بتوعها كويس وتتحط في الفريزر. دي بقية الكمية بعد ما عملتها. لو حبيتي تكتري عن كده براحتك، انا استخدمت نص كيلو بانيه، حسب احتياجك ممكن تعملي. هنحطهم كلهم في الفريزر على الاقل نص ساعة. عندنا هنا للطبقة الخارجية بتاعت الكوردون بلو بيضتين، رشة فلفل اسود ورشة ملح، ومعانا بقسماط. نضرب كويس البيض مع بعضه، وبعد كده نخرج الكوردون بلو بعد ما سيبناه في الفريزر على الاقل نص ساعة. نخرجه ونحطه في البيض، ومن ثم نحطه في البقسماط. خطوة الفريزر ليه حطيناه في الفريزر؟ عشان ما يفكش معاكي في الخطوة دي تحديدا، لان هنا احنا بنحطه في البيض وهو شبه سائل، وبعد كده بنحطه في البقسماط، فلو هو سايب معاكي هيبهدلك في المرحلة دي جدا. فعشان كده حطيناه في الفريزر شوية يمسك نفسه، عشان لما نيجي للنقطة دي ما يحصلش مشكلة. ونعمل بعد كده بقية الكمية بنفس الطريقة. في مرحلة التحمير لازم الزيت بتاعك يكون سخن، وكمان يكون كتير في الحلة.
اللي هتحمري فيها، ونبدأ نسمي الله ونحط الكوردون بلو بتاعنا. بعد ما خد وقت في التحمير على النار نبدأ نطلعه لما نلاقيه خد لون ذهبي كده كويس وان هو خلاص استوى، نطلعه ونحطه في طبق التقديم. وده هيكون الشكل النهائي للكوردون بلو بعد ما طلعناه وحطيناه في طبق التقديم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب كومنتس ودوسوا على جرس الاشعارات الذهبي اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وهحط لكم